العلاقات. في الفيديو ده انا جايه اشاركك باهم سبب من تجربتي الخاصه او تجارب ناس كتير حواليا بيبوظ العلاقات، بيدمرها، بيحطمها، بيوصلها للي هي آه. آه. صباح الخير او مساء الخير اولا، ايا كان الوقت اللي وصل لك فيه الفيديو، كملي معايا. اول حاجه ان هنقسم مع بعض كده العلاقات. اول علاقه علاقتك بربنا، علاقتك بشريك حياتك، علاقتك باهلك، علاقتك بصحابك، علاقتك باولادك لو انتي ام. يعني لو نفرض كده ان احنا قسمنا العلاقات دي تنكات او صناديق او ايا كان، يعني برطمانات، ف وملينا منهم، يعني مليناهم كلهم نص نص، وفاضل مثلا او سيبنا مثلا منهم 2 برطمان او 2 فاضيين. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنحاول ناخد احتياجاتنا اللي هم من البرطمانين الفاضيين دول من الباقي. للاسف اغلب البنات، وطبعا في رجاله بتعمل كده، بيبقوا عايزين ياخدوا الاحتياجات او النواقص، يكملوا النواقص بتاعه البرطمانات الفاضيه التانية دي او التنكات الفاضيه دي من الشريك او الصحاب. وده بيعمل مشاكل كتير جدا، وبيخلي الشريك يبقى مطالب بحاجات هو يعني اللي هو بتطلبي منه حاجات احتياجات، عايزه تكملي منه نواقص هو مش مطالب يديهالك. وهو ده بيعمل مشاكل وبيؤدي هنكمل مع بعض الفيديو نشوف بيؤدي لايه. اول حاجه هناخدها علاقتك بربنا او الروحانيات. الاول كده، لو انتي غير مسلمه، انا اسفه جدا، انا مش هعرف اتكلم في الجزء ده الا بهويه اسلاميه او بخلفيه اسلاميه. انا مش الشخص الكفء اللي انا اقدر اكلمك في النقطه دي. فانتي قدامك، انا بقترح عليك خيارين. لو انتي حابه تسمعي الجزء ده خدي كلامي وطوعيه على حسب عقيدتك. لو انتي مش حابه تسمعي الجزء ده او هيضايقك، فمع انه والله ما فيش اي حاجه تضايق يعني، ولا في تنظير ولا في اي حاجه، حاولي ان انتي ممكن تتخطي جزء من الفيديو. شكرا 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 على ان انتي تفهمتي وان انتي بتتابعيني. العلاقه الروحانيه او علاقتك بربنا، العلاقه دي انتي لو ظبطتيها، وكلنا طبعا بنجتهد، انا مقدره ان كلنا بنجتهد ان احنا نظبطها، صدقيني هي كل اللي جاي عليها او العلاقات اللي فيما بعدها هتتظبط. يعني لانك هتبقي بتعاملي ربنا في كل حاجه، في علاقاتك، في صلتك باهلك، بزوجك، بشريكك، باولادك، باصحابك، بالاشخاص، بالمجتمع. فهي دي اهم علاقه، عشان كده انا بدات بيها. وفيما بعدها هنتواصل نقطه نقطه بس. يعني كملي معايا الفيديو. اول حاجه الصلاه. انا بالنسبه لي او من وجهه نظري، الصلاه دي يعني زي الشحن، زي التليفون ما ينفعش يشتغل من غير شاحن. انتي ما ينفعش تشتغلي من غير ما تفضي وتشحني 5 مرات في اليوم او اكتر اذا فرغت في عنصر. ف ف اتمنى ان انا اكون قلتها صح. فالصلاه ان انتي يعني من اول الوضوء ان انتي تتوضي، يعني هي الميه اصلا بتهدي. انا لما بحس انا متعصبه قوي بدخل افتح الدش وانزل ميه هنا على نافوخي، مينفعش اقول على دماغي، نافوخي، بحس ان حد رش جلانس جوه. فالميه بتهدي، حتى لما حد يتعصب يقول له اغسل وشك، اغسل ايدك. فان انتي، انا بحس ان في ناس بعد ما بتصلي بتتعصب اكتر من كتر ما هي تتوضى بسرعه، بصلي بسرعه، في ايه لا، الصلاة كما يجب أن يكون. أنا ما بتكلمش دلوقتي في تأدية الفرض. تأدية الفرض دي حاجة تخصك أنت، أنا بتكلم في الصلاة نفسها. إن أنت تتوضي بالراحة، تغسلي إيدك بالراحة، تغسلي وشك، ودنك، يعني ان انت خدي زينتكم عند كل مسجد. يا بني ادم خدي زينتكم عند كل مسجد. اتمنى برضه ان انا اكون قلتها صح. يا بني ادم، مش الرجاله بس،
مننا كمان كستات بنصلي في البيت، اقفلي على نفسك اوضتك، حضري ركن، جهزي ركن للصلاة، حضري المصلية بتاعتك، عطريها، اغسليها، اسدالك على الطريق يكون نضيف، هيئي جو 5 مرات في اليوم اكنك رايحه تتفسحي. انت رايحه دلوقتي تفضي وتتكلمي مع صاحب الامر نفسه، الحاجه اللي شغلاكي ومضايقاكي انت رايحه تتكلمي فيها مع اللي يقدر، الوحيد اللي يقدر يتحكم فيها، يتصرف فيها، ربنا سبحانه وتعالى. انت رايحه تكلمي ربنا دلوقتي، فقابليه باحسن مظهر عندك. انا بالنسبه لي شايفه ان المفروض الاتنين، يعني ما نتكلمش مع حد في مشاكلنا، او انسب مكانين نتكلم فيهم مشاكلنا ربنا سبحانه وتعالى وقت الصلاة او في كل الاوقات، و... والدكتور النفسي بتاعي، المساعد النفسي بتاعي. آه يعني ان انتي خدي وقتك، قولي كل كلمة بالراحة، خدي نفس ما بين كل كلمة وكل حرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب اللي هو احمدي رب، الحمد لله الحمد لله. انا اللي انا كنت بصلي عشانه من 5 سنين، وبدأ عشان من 5 سنين انا عايشه فيه دلوقتي، رغم ان دلوقتي في مشاكل تانية واعباء تانية، بس انا عايشه دلوقتي في نعمه. انا عايشه دلوقتي في الحاجه اللي كنت بتمناها، بس احنا من الاف النعم ما خدتيش بالك، او ربنا بعدها عنك عشان هي مش صح، مش خير ليك، اداكي الاحسن، بس مع كتر الشغل فانتي مش واخده بالك. فالحمد لله. انا عندي مشكله دلوقتي، انا انزلي اسجدي، اتكلمي، طولي سجودك قد ما تقدري. انتي لو تعرفي الحركه دي، او ان انتي تسجدي والدم يوصل للنافوخ، دي بتعمل ايه؟ تنفسي بالراحه وانتي بتصلي. يعني في اكيد ناس كتير تقدر تتكلم عن الجزئيه دي احسن مني. انا فاكره ان كان في فيديو للشقيري تقريبا اسمه ارحنا بيها يا بلال، او مش متاكده، ارجعي له صدقيني هيفرق معاكي جدا. ده من احسن الفيديوهات اللي شفتها، بس انا مش فاكره اسمه بالظبط، بس هحاول ادور عليه اللي انا اقصده واحطه في مش عارفه اسمه ايه، بس هحاول اجيبهولك. فدي الصلاه. ليه اول حاجه بدات بيها الصلاه؟ انا مش بعدل عليكي، انا ماليش دعوه بعلاقتك بربنا، انا بقول لك انت يعني عن تجربتي انا ايه اللي المفروض تعمليه عشان تبقي انت وضعك احسن. لان انا من وجهه نظري، انا مش عارفه ده التفسير الصح للصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر فعلا، ده اللي اقصده، ولا هي ليها تفسير تاني؟ بس هي ليها اكتر من تفسير، بس انا من وجهه نظري انا مياله للتفسير ده، ان مفيش حد بيصلي 5 مرات في اليوم كما يجب ان يكون وهيبقى في النص. وطبعا يعني ومن ضمن الحاجات اللي بتشجعك الصلاه انت تبقي على وضوء طول الوقت، تجددي وضوءك طول الوقت، دي حاجه حتى مفيده وبتهدي قوي. انت مش متخيله الميه بتعمل ايه. وهيبقى ما بينهم، ما بين كل صلاه والتانيه، مش بيحسن عمله، مش بيحسن علاقته ك كزوج، كأم، ما بيعملش اللي عليه، ما بيكذب. هتبص تلاقي حتى لو بتعملي الحاجات الغلط دي او بتشتمي، هتحسي انت بتوسخي الجو كده، بتوسخي لسانك. انا والله مش لاقي تعبير تاني احسن من ده، بس يعني هتحسي ان انت زي ما تكوني رشيتي سبراي عفن كده في الجو. بتجلدي حتى ذاتك، هتلاقي نفسك مركزه اكتر. لا انا عايزه احسن من نفسي، لا انا مش عايزه اشتم، انا عايزه اقلل الشتيمه، انا عايزه اقلل النميمه، انا مش عايزه اتكلم عن حد، انا لسه مصليه، انا حابب ربنا كمان شويه تاني. فانا عايزه احافظ على وضوئي، انا عايزه افضل طول الوقت في الحاله دي، في الحاله الهاديه دي، في الاتصال ده طول الوقت. الصلاه انا بالنسبه لي هي جايه من الاتصال. الصلاه انا عايزه طول الوقت افضل في الحاله دي. تاني حاجه، ورد القرآن. اغلب الناس اللي في حياتي، وانا ساعات كتير بكون منهم، يعني انا برضو انسان، بناخد الموضوع كماراثون. انا لو قريت كذا هيبقى في الوقت كذا، مش عارفه ايه، انا الجزء بياخد معايا 20 دقيقه، فانا هعمل مش عارفه ايه، فانا ممكن اخصص كذا، فهنقرا مش عارفه 10 اجزاء في الماراثون.
لا، هو انا اللي اقصده ان انت حاولي تاخدي حتى لو صفحه كل يوم، يعني ماشي الماراثون ده ان شاء الله تسابي عليه وكملي فيه، ما تفقديش عزيمتك. اي حاجه خدتي حاسه ان هي صح بتعمليها، مالكيش دعوه باللي انا بقوله، مالكيش دعوه بتجربتي، كملي فيها، ارجوكي تمسكي بيها. ان انت تاخدي حتى صفحه تقريها بتمعن، طب هي نزلت ليه، طب اتقالت ليه، طب الكلمه دي ايه، طب هي بتتقال ازاي، بتتنطق ازاي، طب ايه الموقف اللي حصل هنا، طب ايه القصه بتاعت الايه دي. صدقيني ده افضل معلم ليكي، ده هيخليكي هتغيري وجهة نظرك وحكمك للامور لحاجات كتير هتغيري، انت شخصيا هتتغيري، هتحسني. يعني انت لازم تجربي الموضوع ده، لازم تجربي الموضوع ده اتمنى، اعتقد انت ان شاء الله تكوني جربتيه وفاهمه انا بقول ايه، بس لازم تجربيه ان هو بصفه يوميه، وكل يوم تكوني مستحضره الحاجات دي انت بتعمليها على طول، ويكون ده المود العام بتاعك. الصيام، لو ما عندكيش اي مشكله صحيه او ما بتواجهكيش مشكله مع الموضوع ده، حاولي ان انت تصومي الصيامات التطوعيه، يعني مره او مرتين في الاسبوع. آه، تصومي صيام حقيقي، مش اضراب عن الطعام، لا، صيام حقيقي. انا صايمه عن الشهوات، انا صايمه عن الشتيمه، انا صايمه عن النميمه، انا صايمه عن الالفاظ، انا صايمه عن العادات الوحشه، انا صايمه عن العصبيه، انا هكبح شهواتي، انا هكبح هوايا، انا مش عارفه، انا انا يعني انا هصوم كما يجب ان يكون. يعني ده هيخليكي في طول الوقت، يعني حاسه ان انت ايه، ده يعني عارفه اللي هو هيخليكي طول الوقت في مود، او لو انت مفعله مود التواصل، مخليكي طول الوقت، ده هيغير في شخصيتك عموما، يعني هيفرق معاكي كتير جدا ان ده يبقى من روتين حياتك بقى. يعني اعتبريه صيام متقطع، يعني احنا كلنا طبعا هارسين فايدة الصيام المتقطع للصحة، للشعر، للبشرة، للحرق، اللي مش عارفة ايه. فان انتي الصيام بيفرق، الصيام الحقيقي صدقيني بيفرق روحانيا جدا. فحاولي، يعني حاولي ما تجيش على نفسك، او تعالي على نفسك، مش عارفه اجتهدي، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا بشاركك يعني. طبعا في حاجات كتير قوي تقدري تعمليها في اجتهادك ان انت تحسني العلاقه دي، انا بس قلت اهم 3 حاجات يخلوكي من وجهه نظري انا، من تجربتي انا، يخلوكي طول الوقت في المود الصح، المود اللي يخليكي متحكمه في كل ردود افعالك في حياتك، يعني المود اللي هينظم اللي هتكوني وانت فيه، هتنظمي الباقي. يعني فاهمه قصدي ايه، هينظم الباقي في كل حاجه، خصوصا لما تبقى مواعيدك كلها ما بين الصلاه، عامله حساب الصلاه، انا المفروض اكون في المكان الفلاني عشان مش عارفه. يعني دي نقطه تانية هنرجع لها بعدين، بس اتمنى ان انا اكون كفيت ووفيت النقطه دي. الفيديو طول جدا، في النقطة التانية، نقطة المفروض ان هي علاقتك بنفسك، دي انا عاملة فيها اول فيديو نزل في القناة، كان بيتكلم عن النقطة دي بشرح كافي ووافي، ان انتي تسامحي نفسك، تدعمي نفسك، ما تجلديش ذاتك، ان انتي وعيك اتغير، فانتي ازاي عملتي كده زمان، فانا دلوقتي بالوعي ده انا ليه ما عملتش، ما هو تسامحي اخطائك وتتقبلي ان انتي اتغيرتي دلوقتي، ودي شخصيتك بسبب اخطائك، تطوير ذاتك، كورساتك، التنمية الذاتية دي. النقطة دي انا شرحتها، اتكلمت فيها في فيديو طويل جدا، وده كان اول فيديو نزل انا نزلته يعني. النقطة الثالثة علاقتك بالشريك، ودي اول غلطة انا شفتها، انا نفسي اتحطيت فيها في اول علاقتي بزوجي، وبشوفها في ناس كتير حواليا، في علاقات كتير حواليا، ودي الصراحة المرحلة اللي بتقلب فيها العلاقة لجحيم. حلاوة البدايات، انا بحبك جدا، انا هو خلاص احنا ارتبطنا، بنحب بعض جدا، عم بنخطط للخطوبه، للزواج، ايا كان، بنتعرف على بعض. في الاول انا بحبك وكل حاجه، بس انا هو من ناحيته هو بيحبك، بيرتبط بيك، بيهتم بيكي، ولكن انا هروح القهوه، وهروح كورسات، وهروح الشغل، وهلعب كوره، وهلعب بلاي ستيشن، وعندي وقت لكل حاجه، انتي دخلتي حياتي، خدتي جزء معين.
انت بقى بتعملي ايه حرفيا. ودي شفتها مع ناس كتير قوي. هو فاضي دلوقتي ويكلمك، بعد سنه الوقت ده كان عندي كورس هكنسل، انا الوقت ده كنت بتفق اخرج مع اصحابي هكنسل، او دلوقتي فاضي ان هو يخرج انا هنخرج دلوقتي احنا مع بعض، لا انا مش خارجه مع مش عارفه مين، انا مش هحضر الكورس ده، انا هاجل المسلسل ده، انا هعمل مش عارفه. اللي هو تعالى بقى احبك واحطك محور الكون والغي كل حياتي واركز معاك انت، وابتدي بقى بعدها ان انا اطالبك بمطالب واحتياجات انت تعمل زيي، ونعيش احنا الاتنين مجانين فارغين. طب ما هي دي مش حياه متوازنه، مش هو ده الصح، مش المفروض هو ده اللي هو اللي يعمله او ده اللي يحصل. هو المفروض فعلا ان هو زي ما هو بيعمل، انت هو عايش حياته، بيروح شغله، بيقابل صحابه، بيقعد مع اهله، وانت صفحه في كتاب حياته. هو المفروض نفس الحكايه تبقى كده. انا فاهمه لو نوصل لرابط الزواج ده رابط مقدس مش عارفه، بس انا بتكلم دلوقتي عن حياه متوازنه. ان انت ليكي حياتك، عندك حياه وهو صفحه منها، وزي ما هو بيعمل يعني زي ما هو برضو انت صفحه في حياته. مش المفروض ومش الصح ان احنا عايشين احنا الاتنين كده منعزلين في الدنيا، هتتجننوا والفراغ هيقتلكوا، هتبتدوا تطلعوا عقدكم وفراغكم والنقص ده، محدش مش هتقدروا كل واحد يدي كل النواقص بتاعت كل التنكات دي للتاني، فبالتالي هتبتدوا ان فمش مفيش حد هيقدر ان هو يعني مش هتقدروا تدوا لبعض كل النواقص اللي في التنكات التانية، طاقتكم مش هتجيب، مش هتقدروا، انتوا مش مطالبين ان انتوا تدوا بعض كل الحاجات دي. لو انتوا في علاقه وانتوا الاثنين كده ومرتاحين تمام. انا بتكلم في الناس اللي هي عندها مشكله مع النقطه دي ومش فاهمه المشكله جايه منين، وخصوصا البنات اللي تقول لا 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 انت معطي بتحبني، انت معطي بتهتم بيا. فالصح ان انت تعيشي حياتك متوازنه، هو حياتك دخلتيه على حياتك، هياخد الجزء اللي هو مديهولك في حياته، وهو ده الصح. مش المفروض ان هو يفضي نفسه عشانك، ولا المفروض ان انت تعملي. فاهمه قصدي؟ اتمنى ان اكون اتكلمت في النقطه دي وكفتها. انا مش عارفه اشرح اكتر من كده يعني. علاقتك باهلك دي مش محتاجه ان انا اقول لك اعملي ايه، اقفلي الراوتر وقومي اقعدي معاهم وانت هتعرفي بالظبط انت المفروض تعملي ايه وايه اللي هيحصل. يعني انت خلاص ما عدتيش صغيره واحنا اهل يعني. علاقتك بصحابك ودي انا برضو اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات، اللي هو بتاع تطوير الذات، او اللي هو الجلو اب يعني. في برضو بقى الناس او ستات ورجاله بيغلطوا الغلطه بتاعت ان هو الشريك اللي هو بياخدوا بقى كل احتياجاتهم من الصحاب ويركنوا الباقي ويهملوا كل التنكات التانية، فبرضه نقع في نفس المشاكل، انخراط زيادة عن اللزوم، مشاكل بتعيشي مشاكلهم اكنها مشاكلك، استنزاف طاقي. يعني انا اتكلمت ازاي ان اللي هو الاعتدال يعني، او يعني انت كبرتي كفايه انت تعرفي ازاي تمشي الموضوع ده، وان انت تكوني متوازنه او معتدله في كل حاجه عشان ما تقابليش المشاكل بتاعتها يعني. دورك كأم. انا عن نفسي الحمد لله الحمد لله كما يبلغ الحمد منتهاه، انا عايشه التجربه دي دلوقتي وبكتشفها. يعني انا لسه ابني ربنا يحميه لسه صغير، فانا بكتشفها وبحاول ان انا احسن قد ما بقدر على قد طاقتي احسن. يعني بدا يكون لهم ربنا ان انا يعيني على احسان رعايه وتربيه ابني، لان الرعايه حاجه يعني الرعايه حاجه والتربيه حاجه. و... و... وعموما اللي انا يعني اللي في النقطه دي رحله هنستكشفها ونعيشها مع بعض، وانا بشاركك فيها، هنتكلم كتير فيها عن بعض. حته الامومه دي فليها فيديوهات كتير ان شاء الله، ان انا ربنا يقدرني والاقي وقت زي النهارده كده ان انا اعرف اقولك كل اللي عندي عن كل حاجه. والتنويه بتاع كل فيديو انا شخص غير مختص، لو انت شخص مختص باي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها في الفيديو، فانا بشارك معلومات وتجاربي الخاصه الحياتيه اللي ممكن اكون جبت مصادرها من كتب او من تجربه او من تجربه عشتها. فاتمنى ان لو انت عندك معلومه او حاجه ان انت تعدلي عليا بيها من اختصاصك ما تتردديش، انا هستقبلها بصدر رحب، لان انا مش عايزه اضلل حد، انا عايزه اساعد الناس واسهل عليها حياتهم، واقول لهم الحاجات اللي كان نفسي حد يقولها لي وانا اصغر من كده كتير. شكرا لحسن استماعك، شكرا ان انت اديتيني من وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. شكرا.